أثار أهل البدع والأهواء كلام عن الشيخ ربيع رحمه الله تعالى أنه يثني على اليهود والنصارى ويقول عندهم بعض الأخلاق. لذلك سنسمع كلام الشيخ ربيع ونحكم. والله يجب على المسلمين أن يحاربوا الإخوان المسلمين وراءهم الآن. اليهود عندهم شيء من الأخلاق، لو تركوا الفلسطينيين تركوهم، فتحوا لهم الجامعات، أعطوهم الصحف، تركوا لهم حريتهم في تدينهم، في مساجدهم، في جامعاتهم، خلوا يتركونا وحيتركوا. أبوا الفلسطينيين لا، الإخوان المسلمين. إذا الفتن أجل الأموال والكذب. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام بشيء. أولا هذا ليس الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، وهذه الصورة ليست له. ثانيا الشيخ ربيع رحمه الله لم يقل اليهود إخواننا، ولم يقل اليهود مسلمون، ولم يقل اليهود موحدون لله، بل قال عندهم شيء من الأخلاق. هذا كلام الشيخ ربيع، يعني أهل البدع استغلوا هذا الكلام للتحذير منه. طيب الآن نحكم بعدل وإنصاف. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. جاء في تفسير السعدي رحمه الله تعالى حيث قال: يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال، لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق، فأخبر أن منهم الخائن والأمين. وهذا تماما ما كان يقصده الشيخ ربيع. هذا شيء من الأخلاق، فالذي يرد الأمانة هذا خلق جميل وخلق طيب، ونحن لا ننكر أن اليهود عندهم أخلاق سيئة وعندهم انحراف عقدي، ونحن نبغضهم في الله. فهم بين خيارين أحلاهما مر، إما أن يقولوا أن الله عز وجل يثني على اليهود والنصارى والعياذ بالله، وهذا لا يقوله إلا كافر أو منافق، بارك الله فيكم، وإما أن يقولوا أن الشيخ ربيع قد قال كما قال الله عز وجل ولم يثني عليهم، وهذا يعني هم لا يستطيعونه بتاتا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كيد الإخوان الكذابين المنافقين.